في هذا الفيديو رايحين تلقاو الإجابة اللي لقيتها بعد بحث، إجابة اللي لقيتها للسؤال اللي طرحوه العديد من الملحدين الجزائريين: لماذا في الدين الإسلام يسمح بتزوج مع 4 زوجات ولا أكثر؟ لماذا لا 5 أو 6 أو 7؟ بعد بحث اللي درته لقيت إجابة منطقية اللي راح نقدمها لكم اليوم. السلام عليكم، بونجور بونسوار حيثما كنتم، بيان انتوندو أزول. هذا الفيديو درتها بعد الشيء اللي راني نشوف فيه اللي راه صاير في تيك توك الجزائري، تيك توك دي زاد، الشيء اللي راه صاير جدال، حرب، شتم وسب من طرف، سواء من طرف أو طرف الآخر، ما بين الملحدين المرتدين الجزائريين والمسلمين الجزائريين. يعني شيء عجب، يعني حرب 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 اللي راح يدي الفتنة. أنا الشيء اللي نقوله للمسلمين اللي طلعوا عند هاد الملحدين طالعين غير بلاطاي وما عندهمش كوستيم، تسمى طالعين عند لي لايفات تاع الملحدين المرتدين الجزائريين اللي كانوا ديجا كانوا مسلمين ويعرفوا الدين، عندهم بعض المعرفة في إطار الدين، يعرفوه خير من بعض المسلمين اللي طالعين غير بالعاطفة، ما عندهمش المعرفة اللازمة باش يجادلوا مع هاد الملحدين. نقول لهم غير سي با معلاش تطلعوا عند هاد الملحدين، يعني تطلعوا انتم ما عندكمش الامكانيات في اطار المعرفه اللازمه. دونك ما تطلعوش، باسكو بلا ما على بالكم، عند قد ما تطلعوا قد ما اللايفات تاعهم يطلعوا، باسكو انتم الوقود تاعهم تاع الملحدين، اللايفات تاع الملحدين. وزات لو كاربيرون دي لايف دي زاتي الجيريان. قاعد تصلي كيما كانوا داروا موالينا بكري، يشاهد يصلي يصوم يزكي ويروح للحج وداخدر وتمتحبس ونبينا صلينا عليه، خلاص هذا ما كان. وتانيك مانيش فاهم كيفاش واحد يقول لك انا ملحد ويتكلم على الدين، ça n'a pas de sens. Un athée qui parle de religion. فهم براف. المهم دونك حكمت 2 مواضيع، باسكو ما نحبش نتكلم بزاف في الدين، باسكو انا بالنسبه لي كل واحد يامن باش يحب، مادام يهنيني نهنيك، كل واحد يامن باش يحب، اوكي. ولكن حكمت 2 مواضيع نتكلم فيهم. هذه المره راح نتكلم في الموضوع الاول، والفيديو الجاي نتكلم في الموضوع الثاني، ومن بعد نعاود نولي طبيعتي موسيقى، مسرح، كتابه، فلسفه، ومن بعد يدبر راسنا، كل واحد يدبر راسو. يحبوا يدخلوا في الحيط يدخلوا في الحيط، انا ماشي شغلي. فوالا. دونك الموضوع الاول هو راح نقول لكم مثلا الاسئله اللي تطرح، وصح ما كاش اللي سمعتوا جاب جواب. هو لماذا في الدين الاسلام الرجل عنده حق يتزوج 4 نساء، ماشي 5 ماشي 6 ماشي 7. والموضوع الثاني اللي نجيكم نشوف فيه ان شاء الله الاسبوع لا بروشين فوا، نجيب لكم يعني ادله اللي منطقيه اللي راح يعني تطيح الهضره تاع الملحدين اللي يقول لك باللي عليه الصلاه والسلام باللي كان بيدوفيل، باسكو تزوج مع عائشه في الست ودخل او بنى عليها في ال9، تما تزوج بها، دخل عليها في 9 سنين. كاين الماده اللي تخلينا باللي تخلينا يعني نقولوا باللي ما كاش منها. المهم ندخلوا في الموضوع الاول، هو لماذا الرجل المسلم عنده الحق يتزوج ب4 نساء؟ علاش ماشي 5 ماشي 6 ماشي 7 هو ولو اني انا مانيش مع تعدد الزوجات، ماشي با داكور افيك سا. المهم هذا رايي الشخصي، مانيش داكور. ولكن في العقليه تاع الدين الاسلامي يقول لك واحد اللي يقدر يتزوج مع 4 نساء ولا يقدر. علاش يقدر؟ في اطار يكون كاين شرط مهم جدا في القران مكتوب باللي اذا تزوج بزوج 3 ولا 4 لازم لابد عليك تعدل بينهن. هذا هو الشرط، ولا ما تقدرش تقعد في وحده وتمتعبس. هذه هي. دونك علاش في اطار عقليه المسلم علاش 4 نساء؟ يقول لك هذاك الوقت خير يكونوا عندك 4 نساء معروفين، وحتى بالنسبه للناس بغدوه من ذاك
على بالنا من جاو دراري، وعلى بالنا واش من المراه وما هو الاب. خير ما تكون عندك زوجه واحده وعندك 17 نخليله، كل حومه عندك خليله، ومن بعد الناس راح تلقاه. على هذيك اللي لقاو اطفال مساكن مرميين، صبايا دي بيبي من مرميين في لابوبال ولا محطوطين قدام كاش جامع. المهم ندخل في الموضوع. علاش 4 نساء؟ يعني كاين واحد المنطق لقيتو بارازور، خاطر كنت ندير بلانينغ قعدت نشوف في الكالندري حتى ضربت لي في الراس. فكرت هذه الحكايه تاع لماذا علاش 4، باسكو مازال ما سمعتش انا شي واحد جاب لنا، كل واحد يقول لك هذه حكمه. الوغ في الدين الاسلام نورمالمون اول كلمه قرانيه وهي فرض امبيراتيف، سي ان اوردر. الفرض الاول في الدين الاسلام هو اقرا. المهم كاين بزاف يديروا كاع الفروض غير الفرض الاول فعل الامر اللي ما يديرهش كومبارازار. المهم دونك 4 نساء علاش؟ اذا كان باغ اكزومبل زوجه واحده باين. علاش؟ باسكو العام فيه 52 اسبوع، يحب يقول عام كامل الراجل مع زوجته، يا با بروبليم نو سبوز با. اذا كانوا زوجتين، علاش؟ هي تعدل ما بين الزوجات بالنسبه للحضور، الوقت تاع الحضور لازم تقعد نفس الوقت لكل زوجه. اذا كانوا زوجتين شي باين 52 اسبوع اقسموا على زوج تعمل لك 26 اسبوع لكل زوجه في العام. هكذا راكم شايفين باللي حد الان الارقام كامله، سي دي نومبر اونتيي، لونسومبل دي ناتوريل كما يقولوا في الرياضيات. 3 زوجات كي يفوتوا 3 شهور نلقاو باللي كل زوجه دات 4 اسابيع بالنسبه لحضور زوجها معها. هكذا 4 اسابيع في 3 شهور. 4 اسابيع نضربوها في 4 فصول نلقاو 4 فوا 4 16، 4 مضروبه في 4 تعمل 16 اسبوع لكل زوجه. 16 اسبوع نضربوه في 3 تعمل 48 اسبوع. باش نديروا العام خصونا 4 اسابيع. من 4 اسابيع نزيدوا لكل زوجه نزيدوا لها اسبوع تعمل 17 لكل زوجه. يبقى لنا اسبوع لازم نقسموه على 3 زوجات. الور اسبوع فيه 7 ايام، 7 ايام نضربوها في 24 ساعه. 24 ساعه مضروبه في 7 تعملنا 168 ساعه. 168 ساعه. 168 ساعه نقسموها على 3 زوجات تعمل 56 ساعه لكل زوجه. 56 ساعه يحب يقول يومين 2 فوا 24 اور، 2 مرات 24 ساعه زائد 8 سوايع. واش يحب يقول؟ يحب يقول عندما يدخل المراه الاولى يدخل عليها الصباح على 8 تاع غدوه وتاع غير غدوه تاع 8 زيد لها 8 سوايع، تسمى يخرج من عندها على 4 غير غدوه، من ذاك على 4. على 4 يدخل على الزوجه الثانيه، من 4 ل4 حتى ل4 تاع غير غدوه، زيد 8 سوايع تولي 12 تاع الليل. يدخل على 12 تاع الليل على الزوجه الثالثه، من 12 تاع الليل ل 12 تاع الليل حتى 12 تاع غير غدوه تاع الليل زايد 8 سوايع، تصبح 8 تاع الصباح. 8 تاع الصباح يعاود يولي للزوجه تاعو الاولى. فوالا دونك تعملنا لكل زوجه عندما يكون زواج 3 زوجات كل وحده عندها حقها 17 اسبوع يومين و8 سوايع لكل زوجه في العام. الان نجوزوا الى 4 زوجات. 4 زوجات الحساب ما نطولش فيه، الحساب سهل. 52 اسبوع قسموا على 4 تعمل لك 13 اسبوع لكل زوجه بالنسبه لحضور في اطار الوقت لحضور الزوج مع زوجته. فوالا دونك دوكا 5 زوجات. هنا الحاله تصبح شويه معقده، لان علاش 5 زوجات الوقت في العام في ظرف عام الوقت ما يسمحش باش الزوج يكون منصف في بين الزوجات تاعو في اطار حضوره بالنسبه للوقت. علاش؟ لان في العام تلقى باللي الزوجه الاولى في العام عندها 10 اسابيع، الثانيه كيف 10 اسابيع، الثالثه كيف 10 اسابيع، ولكن الرابعه والخامسه كل وحده منهم عندها 9 اسابيع. هنا الحساب مخصوص. نعم يقعدوا 4 اسابيع. راح قسم انت هذوك 4 اسابيع ما بين 5 زوجات اللي زوج منهم ديجا مخصوصين اسبوع. احسب على روحك، ما تلقاش عدد مربع، عدد كامل
ان نومبر اونتيي كما لقينا من قبل. وعلى بالكم الشرط الاساسي هو ان في القران يقول لك باللي عندك الحق تزوج 4 زوجات مثلا، ولكن كاين شروط، وواحد منهم هو انك تكون عادل ومنصف في اطار حضورك بالنسبه للوقت بالنسبه لكل زوجه. انا 5 زوجات ما تقدرش تكون منصف وعادل ما بين 5 زوجات في العام بارون. هكذا الخلاصه، اذا ما تقدرش تتزوج ب5 يحب يقول ما تقدرش تجوز ل6 7 الى ما لا نهايه. هذه هي.